تقريبا كاين واحد الشخص في كل عائله، وحتى ولا ما كانش في عائلاتنا ضروري غيكون صاحبك ولا كتعرفه. ديما عنده واحد الانرجي زوينه وطالعه في اي وقت، وعنده واحد الحيويه ما عادياش. الروتين ديالو تقريبا بحال ديالنا، ما كاين حتى اختلاف. ولكن فاش سولنا على السر ما كانتش شي حاجه اللي غامضه ولا صعيبه، ولكن كل نهار كيدوش بالماء بارد ولو غير 5 دقائق. تخيل معايا هاد اللحظه الصغيره قادره دير الفرق. دابا حط داكشي اللي كدير واسمعني مزيان. اليوم غنهضروا على واحد العاده اللي بسيطه وتقدر تبدل لنا حياتنا وصحتنا بدرجه كبيره، واللي هي تدواش بالماء بارد. انت اللي كتسمعني دابا كتقول في بالك علاش خاصني ندوش بالماء بارد؟ واش فعلا كاين شي فرق؟ حتى انا بحالك كانوا في راسي نفس الاسئله، ومشيت قريت على هاد العاده البسيطه ولقيت معلومات اللي ممكن تصدمك كيف ما صدمات. اول فكره لقيت هي العلاقه ديال الماء بارد مع القوه ديال القلب والشرايين ديالنا. تخيل معايا الا دوشتي بالماء بارد بحال الا درتي تمرين ديال الاوعيه الدمويه. مثلا الا كنتي كتعاني من تضيق في الشرايين، مورا الدوش بالماء بارد مباشره كيوقع لهم توسع. وماشي غير هادشي، وانما ضغط الدم اي الطونسيون في الذات ديالنا كيتقاد وكيرجع نورمال. الفكره الثانيه هي الا كنتي كتعاني من شي التهاب، فالماء بارد كيحفز واحد النوع ديال الدهون واللي هي دهون بنيه اللي كتنتج لنا مضادات الالتهاب، يعني كيزيد في المناعه ديالك. والفكره الثالثه انه في ديك اللحظه اللي كتحفز فيها الدوره الدمويه كيزيد تدفق الدم للدماغ، وكتولي تحس براسك فايق مزيان وكتحس بالنشاط ديالك اكثر، وباللي التركيز ديالك مرتفع حيت الجهاز العصبي الودي كيكون حتى هو تحفز في ديك الوقيته. والفكره الرابعه اللي فاجاتني بزاف هو انه الدوش بالماء بارد كيخفض وكيقاد هرمون الكورتيزول في الجسم، واللي هو هرمون التوتر واللي مسؤول على اغلبيه المشاكل اللي كيعانيو منها الشباب اليوم، بنات وولاد، ضعف المناعه، السمنه، التهابات مزمنه، وحتى امراض القلب. وانت كتسمعني دابا اكيد تفكرتي الاحساس ديالك فاش كتغسل وجهك بالماء بارد، كتحس بواحد الانتعاش والانرجي ديالك كتطلع. فما بالك الا دخلتي غير دقائق تحت الماء بارد؟ اكيد الاحساس غيتضرب في 10، وغتولي حاس براسك في شكل وباغي دير بزاف ديال الحوايج وما غاديش يبقى غالب عليك العيا. ولكن اي حاجه عندها ايجابيات وسلبيات، الا زادت على حدها طبعا. لذلك الا بغيتي تجرب هاد العاده البسيطه والمهمه ضروري تسمع مني هاد 3 ديال النصائح. اول حاجه، ما عمرك تبدا بالماء بارد مباشره، ولكن سير تدريجيا. ابدا بالماء دافي وقلل السخونيه خصوصا فاش تقرب تسالي. ثاني حاجه، ما تطولش بزاف في الدوش بالماء بارد باش الجسم ديالك ما تنزلش الحراره ديالو بطريقه خايبه لا قدر الله. وثالث حاجه، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب او اي حاله صحيه ضروري يستشيروا الطبيب قبل ما يجربوا هاد الدوش بالماء بارد. خاصك تعرف باللي الدوش بالماء بارد ما بقاش مجرد تدويشه عاديه، وانما في الطب اليوم كيتستعمل كعلاج للاكتئاب. غير 5 دقائق تحت الماء بارد 3 المرات في السيمانه تقدر تكون هي الحل. شكرا على متابعه الفيديو. كان معكم انرجي، انا هنا باش نرفع من الانرجي الزوينه ديالكم ونحيد الانرجي الخايبه.